صدق أو لا تصدق. في واحدة من الروايات وهي الأكثر إقناعا حول مقتل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، أن أبناء الجماعة التي أسسها هم من عملوا على اغتياله. هذا ليس كلام كارهين للإخوان ولا متحاملين عليهم، بل شهادة من كانوا في صلب الحدث وأبناء النظام الخاص الذي كان الذراع المسلحة لجماعة الإخوان. ففي عام 2008 القيادي السابق في النظام الخاص محمد نجيب أكد لموقع العربية براءة الحكومة المصرية والملك فاروق من دم البنا. أسباب كثيرة دفعت الإخوان لاغتيال زعيمهم، على رأسهم بيانه الأخير الذي حمل اسم لا إخوان ولا مسلمين، والذي كان بمثابة البراءة من التنظيم الخاص المسلح. فلم يكن الإخوان ليتحملوا انقلاب أحد عليهم حتى لو كان صاحب فكرتهم. ماذا تتوقع مصير من هو أقل من ذلك؟ طوال تاريخ الجماعة لم تكن عمليات الانشقاق عنها لتمر مرور الكرام، فالردة عن الإخوان كالردة عن الإسلام في نظرهم، فعقيدتهم هي الحقيقة كما يروجون. وعلى هذا المنوال سارت الجماعة ونفذت عمليات اغتيال عديدة، وغالبا كانت تلصقها بالحكومات والأنظمة لإكمال مسرحيتها التي تلعب فيها دور الضحية والمظلومية. هذا التاريخ أعاده للواجهة اليوم. وفاة ناشطة إخوانية من أصول إماراتية في لندن إثر حادث سير، قالت جمعيتها التي كانت ترأسها وتعرف باسم قصر إنه حادث عرضي ولا شبهة جنائية فيه، في حين سعى الإخوان للترويج لأنه مدبر. أنت لازم تعرف مين هي آلاء عشان تعرف إنه حادث السير اللي ماتت بيه آلاء ربما يكون مدبر. حاولوا من خلاله تصفية حسابات سياسية مع بعض الدول في توظيف سخيف ومكشوف لحادث سيارة، وربما من كان يقف خلفه هو المسؤول عنه ومدبره، وهو نفسه من يحاول استغلاله وتوظيفه سياسيا. فالقتل والاغتيالات مهنة قديمة في تنظيم سري ومظلم تم تصنيفه إرهابيا في كثير من دول العالم.